هو فعلا الاهتمام ما بيطلبش ولا بيطلب عادي؟ طب لو بيطلب، ازاي بنقابل ناس بتفهم اللي احنا محتاجينه من نظرة، بتعرف اللي احنا بنحس بيه من غير ما نقوله؟ وإمتى أعرف اللي قدامي ده مش مهتم ولا هو مهتم بيك بس بطريقته؟ الاهتمام في العلاقة مش رفاهية، ومفيش شك إن كلنا بنحب اللي يهتم بينا من نفسه، يسأل من غير ما نطلب، يطمن من غير ما يكون في سبب. ولو بتحاول تبين إنك عادي، هو كمان بيعرف إن في حاجة مضايقاك، بياخد باله من تفاصيلك، بيفهمك لدرجة إنه يحس بعطشك ويحط قدامك كوباية المية من غير حتى ما تطلب. بس هل ده معناه إن الاهتمام ما ينفعش يطلب؟ لأ، ممكن يطلب عادي، بس خلينا متفقين إن الاهتمام اللي بيجي من غير ما يطلب دايما بيكون ليه طعم تاني. طيب، إزاي تهتم بحد من غير ما يطلب؟ وإزاي تفهم إيه اللي بيسعده من غير ما يقوله؟ الموضوع مش سحر، هي شوية خطوات بسيطة بس محتاجة تركيز. الخطوة الأولى، خد بالك من التفاصيل الصغيرة. مش كل الناس بتعرف تطلب الاهتمام، بس تقريبا كلنا بنسيب ورانا إشارات صغيرة مستنية اللي ياخد باله منها. حاجات بتحصل كده في العادي، بس لو ركزت فيها هتفهمه أكتر. مثلا تلاقيه باعت لك صورة قهوة الصبح من غير كلام، أو حتى يشاركك ستوري وهو زعلان وهو ما بيعملش كده كتير. يقول لك كل الناس بقت مشغولة، كده معناه إنه محتاجك تركز معاه شوية. يغير صورته، اسمه، أو حاجة بسيطة ويستنى تشوف. كل الحاجات دي ممكن شكلها يبان تفاصيل صغيرة، بس جواها إحساس واضح جدا بيقول لك خد بالك مني من غير ما تخليني أشرح لك نفسي. الخطوة التانية، حبه بلغته مش بلغتك. أوقات كتير بنقع في مشكلة إننا بنحب الناس بطريقتنا، إحنا بنقدم اللي إحنا شايفينه اهتمام، بس مش دايما اللي قدامك بيفهم كده. في اللي بيفهم بالكلام، وفي اللي بيحس بالأفعال، وفي اللي مع مرور الوقت بيبتدي يطمن أكتر، وفي اللي بيحس بيك في سكوتك جنبه مش في كلامك معاه. يعني ممكن تكون كل يوم بتبعت له كلمة انت وحشتني وهو مش حاسس بولا حاجة. طب ده ليه؟ لأن اللي بيفرحه بجد هو إنك تقعد معاه، إنك تساعده حتى من غير ما يطلب. اعرف لغته في الاهتمام واتكلم بيها مش بلغتك انت. الخطوة التالتة، افهم سكوته قبل كلامه. مش كل حد ساكت بيبقى مرتاح، ومش كل اللي ما بيحكيش محتاج اهتمام. في ناس لما بتزعل بتسكت، لما بتتوجع بتضحك، لما تحتاج بتهرب، مش لأنها مش عايزة تقول، لأنها اتعلمت إن الكلام مش دايما بيتفهم، وإن الاحتياج لما بيتقال بصوت عالي ممكن يوجع أكتر. معاك إن ده مش صح، بس هنا لو عايز تهتم بيه، اهتمامك هيكون مش في السؤال المباشر زي مالك. الاهتمام إنك تقعد جنبه من غير ما يستأذنك في وجودك. اسأل نفسك هو ساكت ليه؟ لأنه تمام، ولا ساكت لأنه مش قادر يشرح؟ لأنك هنا لو فهمت سكوته هتبقى أقرب له من 1000 كلمة ممكن تقولها. الخطوة الرابعة، راجع الخناقات القديمة. الخناقات أحيانا بتكون مش عن السبب اللي اتقال. لو رجعت وركزت كده في تفاصيلها هتلاقيها كانت صرخة لاحتياج معين. هو ما زعلش علشان نسيتي تردي عليه، هو زعل علشان حس إن هو مش فارق معاكي. وهي ما انفجرتش علشان كلمة، هي كانت شايلة مواقف ما تقالش فيها أنا جنبك. راجع الخناقة القديمة مش علشان تلوم حد، راجعها علشان تفهم هو كان مستني ايه وانت كنت فين ساعتها. اللي بيتعصب غالبا هو شخص حاول يشرح بهدوء كذا مرة بس محدش سمعه. الخطوة الخامسة، شوف هو بيهتم بيك ازاي. اوقات اللي معاك مش بيعرف يشرح لك هو محتاج ايه، فبيخلي اهتمامه بيك رسالته ليك انت. وكتير من اللي بيقدمه هو بالظبط اللي بيتمناه يوصله منك. بمعنى لو دايما بيسألك وصلت، كل حاجة تمام، فهو غالبا محتاج حد يطمن عليه بنفس الشكل. لو بيشيل معاك وقت الصعب، هو بيقولك من غير كلام أنا محتاج حد يشيلني وقت تعبي. الناس ساعات بتشرح احتياجاتها من خلال طريقتهم في الاهتمام بيك،
اللي بيهتم بتفاصيلك غالبا هو محتاج حد ياخد باله من تفاصيله هو كمان. واللي بيخاف عليك لما بتختفي هو شخص بيخاف من التجاهل حتى لو ما قالش. فلو عايز تفهم من غير ما يطلب، هو سايب لك خريطة احتياجه في كل مرة بيهتم بيك. الخطوة السادسة: لاحظ الجمل اللي بيكررها عن نفسه أو عن الناس. اللي بيكرر نفس المعنى أكتر من مرة مش شخص بينسى، هو مستني حد يفهمه بجد. الناس ساعات بتشرح نفسها من غير ما تحس، بتكرر جمل شكلها بسيط بس وراها إحساس ثابت أو وجع قديم، زي جملة أنا دايما اللي بشيل كل حاجة، مفيش حد بيكمل معايا للآخر، أنا ما بحبش أطلب من حد، اللي بيهتم زيادة بيتعب. الجمل دي ما بتبقاش صدفة، دي مفتاح صغير لاحتياجات كبيرة. اسمع الجمل دي كويس، اللي بيقولها وكأنها هزار أو اللي بيقولها عن حد تاني، لأن غالبا بيكون بيتكلم عن نفسه ساعتها بس بطريقة آمنة. لو سمعت العلامات كلها وفهمت لغته وسكوته ولاحظت هو بيهتم بيك ازاي، ده معناها انك فعلا شخص مهتم بيه، بس كل اللي ناقصك تفهم ازاي تعبر، وده اللي هنشرحه في الخطوة السابعة. دلوقتي انت فهمت هو محتاج ايه وبيعبر عن وجعه ازاي، بس المعرفة لوحدها مش كفاية. المهم دلوقتي ازاي توصل له اهتمامك من غير ما تحسسه انه هو مكشوف، من غير ما تحول العلاقة لتحليل نفسي. علشان تعرف تعمل كده الموضوع بسيط. لو انت فهمت ان اللي بيريحه وجودك، خليك جنبه من غير ما يطلب. لو عرفت ان الكلام الحلو بيفرق معاه، ارفع سقف الرومانسية شوية. لو حسيت انه بيخاف من التجاهل، خليك دايما حاضر جنبه حتى في الحاجات الصغيرة. الخلاصة: الاهتمام بيطلب او ما بيطلبش مش فارقة، اللي يفرق بجد انه يوصل صح. سلام.